من الثقافة اللي دخلت على النصر، وحقيقة أنا ما حبيتها، ثقافة الشكاوي يا أخي. يشكون إعلاميين، يشكون جمهور، يشكون فرق، يشكون منافسين، يشكون أندية، يشكون ما يصير كذا. أنت قاعد تشكي كل هالعالم، أكيد أن العالم بتحقد عليك. قلت مثل هذه. أعرب الناقد الرياضي سعود الصرامي عن رأيه في ثقافة الشكاوى في نادي النصر. وقال الصرامي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية: ثقافة الشكاوى في النصر ما حبيتها. وأضاف: ليس من الصحيح إن عندما يقول شخص رأيه يكون المقابل أن يتم رفع شكوى ضده. ليس صحيح إطلاقا، حتى لو كان الرأي هذا لا يناسب فيك. كافاكم. رسالة شديدة اللهجة من سعود الصرامي للهلال والنصر. فجر حديث الناقد الرياضي عيد الرشيدي عن قضيته مع النصر ومطالبة النادي بسجنه لمدة عام وتغريمه نصف مليون ريال سعودي ردود فعل كبيرة من عديد الإعلاميين والنقاد الرياضيين. وسيطر شعور بالأسف والخجل تجاه ما يحدث في الوسط الرياضي السعودي حاليا على جل ردود الأفعال، وأقواها كان من الإعلامي المخضرم تركي العجمة الذي طالب بوضع حل حتى لا يصل الجميع إلى النهاية الكارثية. الإعلامي سعود الصرامي لم يصمت كذلك، ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة النصر والهلال طالبهما خلالها بالكف عن المناوشات والشكاوى والقضايا والتركيز في الملعب. أشوف أنه يا ليت حقيقة إدارة النصر وإدارة الهلال، وهم الآن يعني يمثلون يعني محتوى الفني والجماهيري والإعلامي للدوري السعودي، يا ليتهم يتفرغون للملعب يعني أكثر وأكثر. عملية أنه كل واحد يشكي الثاني أو يدور أي زلة على الآخر علشان يشكي اللاعب هذا أو يشكي الإدارة هذه أو يشكي الرئيس هذا، فأنا أشوف أنها ما تليق أبدا بأي حال من أحوال في الناديين. أنا المتحدث السابق باسم النصر أضاف خلال برنامج الحصاد الرياضي: لدي عتب على إدارة الهلال والنصر. نحن كرياضيين نستمتع بكرة القدم داخل الملعب، لا نجد متعة في القضايا والشكاوى والارتدادات السلبية لذلك عند الإعلاميين والجماهير. تابع: الهلال والنصر يمثلون القيمة الأهم في الدوري السعودي وعلى جميع الأصعدة. أتمنى منهما التفرغ للملعب أكثر وأكثر، كفاهما البحث عن ثغرات وتقديم شكاوى ورفع قضايا. هذا الأمر لا يليق أبدا بالناديين. الصرامي أتم حديثه بالإشارة إلى ثقته أن كل هذا الوضع سيتحسن سريعا وستعود متعة كرة القدم إلى الملاعب.